هقولك في الفيديو ده على أذكار وأدعية تتقال قبل الدعاء أو بعده، بتكون سبب إن الدعاء يستجاب بإذن الله. أول حاجة الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، وده أهم سبب. قولي مثلا اللهم صل وسلم على نبينا محمد 10 مرات أو أكتر. السر هنا إيه؟ العلماء قالوا إن الدعاء بيكون بين صلاتين على النبي أقرب للقبول. كان في شيخ سمعته قبل كده كان بيقول كل الأعمال ما بين الرفض والقبول إلا الصلاة على الرسول. تاني حاجة، ودي عن تجربة شخصية أنا قلتها ومخلصتش الدعوة وكانت مستجابة سبحان الله، إن انتي بتقولي سبحان الله 10 مرات، الحمد لله 10 مرات، الله أكبر 10 مرات بيقين، وبعد كده بتدعي الدعوة وسبحان الله بتستجاب في أسرع وقت. دي لأنها بتفتح باب استجابة الدعاء وبتقربك من ربنا. تالت حاجة الاستغفار، أستغفر الله العظيم وأتوب إليه 10 مرات 100 مرة. الاستغفار بيكون سبب مباشر لتحقيق الأمنيات. ربنا قال في كتابه العزيز بسم الله الرحمن الرحيم: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. شفتي جزاء الاستغفار حاجات قد إيه؟ يمددكم بأموال، يعني أموال دي جمع يعني كتير جدا، وبنين كتير قوي، ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا، كل حاجة بالجمع يعني حاجة، يعني استجابة ربنا على الاستغفار ده جزاؤه حاجة كبيرة قوي. رابع حاجة دعاء سيد الاستغفار، اللي هو بيقول ايه: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أو على الأقل تقولي لو انت مش حافظة الصيغة دي ويستحسن تكوني حافظاها: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. خامس حاجة، والذكر ده خطير جدا لأنه دعاء سيدنا يونس، وأي حد قاله ربنا فرج عنه: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين 3 مرات أو 7 مرات. أهم جملة قبل ما تطلبي أي حاجة إنك تبدأي بالحمد لله والصلاة على النبي، وبعدين اطلبي اللي نفسك فيه. خليني أديكم مثلا مثال. هنقول الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على نبينا محمد، يا رب حقق لي أمنيتي واكبر بخاطري. يبقى ده تسلسل الدعاء، وانتي بتدعي أي دعوة تحمدي ربنا الأول، تصلي على النبي، تقولي دعوتك، وبعد كده تصلي على النبي في الآخر. أهم حاجة في الدعاء الحضور بالقلب مش بالعدد. أهم حاجة إن انتي تكوني حاضرة وقلبك بيدعي، عارفة ما تبقي بتدعي من قلبك، وإن شاء الله بإذن الله ربنا يستجيب كل دعواتكم. وشكرا لأنكم بتتفرجوا للآخر. اكتبوا لي في الكومنتات بتدعوا ربنا ازاي، ولو حد ليه تجربة ان بيقول حاجة معينة والدعوة تستجاب، اتمنى تشاركونا في الكومنتات.